اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فصل: نماذج من العادات المقيتة في بعض بلاد المسلمين خلال 10 ذي الحجة. وكم رأينا في البلاد والقرى من عادة مذمومة بين الورى، صلى الله على محمد، يفعلها الجهال والأجماع في العشر حتى اعتلت الأوضاع، صلى الله على محمد، كالاختلاط في زيارات القبور واللعب المحذور في بعض الخدور، صلى الله على محمد، ووضع بعض الأكل وسط المقبرة والرمي منه في البرار المقفرة، صلى الله على محمد، معتقدين الروح منه تأكل وأنه من بر قوم راحلوا، صلى الله على محمد، أو صب بعض الزيت فوق القبر مستشعرين فيه نيل الأجر، صلى الله على محمد، ومن يكلف نفسه ذبح الغنم وصنعه عشاء أجداث الرمم، صلى الله على محمد، ظنا بأن الأمر واجب لزم أو أنه في تركها حتما أثم، صلى الله على محمد، ومثله التأخير للصلاة والقطع للأرحام والذوات، صلى الله على محمد، وساهة الأعياد في اللهو الحرام والعزف والتشبيب أو سوء الكلام، صلى الله على محمد، مما يدور من صراع مفتعل بين المصلين بنزغ وجدل، صلى الله على محمد، حول صلاة العيد والتكبير عداوة محدثة التثوير، صلى الله على محمد، أساسها العداوة المسيسة وخلفها مصالح مؤسسة، صلى الله على محمد، من غير حل مقنع ولا اتفاق يدفعهم إبليس حتما للفراق، صلى الله على محمد، حتى غدوا أعداء في الديانة كل يكيل النفس والإهانة، صلى الله على محمد، يمر عيد النحر في أوطاننا والناس أصناف بما أصابنا، صلى الله على محمد، من لغة التحريش والمنافسة وفتنة الدجال والأبالسة، صلى الله على محمد، يا رب واصلح أمة القرآن واجمعهم على الرضا الإيماني، صلى الله على محمد، على النبي والآل صلى ربنا وآل إبراهيم من شهدوا البناء، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى